السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا يا رب. خلاص بقى ايام معدودة على رمضان، فطبعا قلت بقى نعمل شوية تجهيزات كده لأول اسبوع حتى، يعني مش ضروري نطول. فهنعمل النهاردة تفريزات كده الاسبوع من الفراخ. تمام، هقول لكم انا عملت التفريزات بتاعتي دي بقد ايه وكلفتني قد ايه. تمام كده، انا جبت فرختين وعملت منهم كل الكميات دي. تعالوا معايا بقى، يلا ندخل ونشوف عملناهم ازاي. هنبدأ مع بعض كده ونشوف كل الكلام دوت عملناه ازاي من الفرختين بتوعنا. انا جبت هنا فرختين هم زي ما انتم شايفين، غسلتهم ونضفتهم من كل حاجة فيهم. غسلتهم يعني بصوا خلاص، اللي هو خلاص هسلقها بقى او هطبخها او هعمل فيها اي حاجة انا محتاجاها. نقعتها بدقيق وخل وشويه كده من الملح لحد ما نزلت اي دم واي زفاره. طبعا دي بيمتص الزفاره بسرعه، فانا عملت كده خلاص. وهبدا بقى ان انا اقطعهم بقى معاكم ونظبط بيهم الدنيا. جبت بقى كده شنطه حطيتها كده على الرخامه بتاعتي بحيث ان انا ما اوسخش رخامتي ولا يبقى فيها زفاره. وهجيب بقى الفراخ بتاعتي اهو زي ما انتم شايفين، هبدا ان انا اقطعها، اعمل منها كذا صنف. تمام، بسم الله اهو. يعني مش ضروري بقى نخزن للشهر كله، الله اعلم الشهر كله هنقدر نمشيه ازاي. ربنا يعيننا جميعا، ولكن على الاقل نبقى ضمننا اسبوع كده في رمضان اوله يعني. فانا كده هقسم بقى الجزء اللي هو بتاع الوراك دوت، هقسمه كده زي ما انتم شايفين. الوركين دول انا هعملهم على 4، هعمل دبابيس وهعمل اللي هي الجزء اللي فوق ده اللي اسمه الصفحة او العظمة اللي هي بتاعت الورك دي. تمام كده اهو. هبدأ بقى ان انا اقطع الباقيين. هشيل بقى الرقب ده كده، الرقب دوت طبعا بشيله هو والعظم اللي بيبقى معاه. الرقب ده كده زي ما انا بقول لكم باخده وهنعمل منه احلى شوربه عشان نعمل منها مرقه الدجاج. خلاص هعملها لكم برده في حلقه ان شاء الله. هحاول انزلها لكم قبل رمضان بدون مقاطعه. انا بشيل كده بقى العظمه اللي ورا دي كده بالاجنحه، بفصلهم كده عن بعض اهو. تمام اهو، خلاص اهو كده زي ما انتم شايفين. طبعا ما بتاخدش وقت خالص، كل الحاجات دي بتعمليها وانت واقفه بتنضفيهم، ما بتاخدش معاكي ثواني. وهيبقى اسمك ان انت فرستي حاجتك وظبطي دنيتك. مش ضروري ابدا تتبلي ولا اي حاجه. هو الواحد لما بيبقى منظف الحاجه كده ومجهزها على ان هي تتعمل على طول، بتبقى طبعا ما بتاخدش اي وقت معاه وبتبقى بسيطه وسهله. هشيل كده الجلد دوت بقى اهو، علشان ابدا ان انا اخلي الصدر بتاعي واعمله بانيه. طبعا لقيت الصدر كده كويس وحلو ومليان فهعمله بانيه. تمام، هحطه بس في الفريزر يجمد شويه وابدا ان انا ايه اقطعه، عشان السكينه بتاعتي طبعا مش حاميه فهيبقى لازم اجمده شويه. خلاص كده انا بعد ما قطعت كده البانيه بتاعي اهو. ودوت ايه صدر الفرخه التانية بعد ما قطعتها. خلاص عملت ايه، جبت بقى الصدر بتاعي بتاع الفرخه التانية ده، هحطه في الفريزر لحد ما يجمد قلت لكم عشان نعمله بانيه. دوت برضو صدر كويس جدا ومليان اهو. هعمل منه ستريبس وهعمل منه اللي هي كفته اهو. هعمل منه اللهم صل على النبي. هعمل منه الناجتس. تمام، اللي هو الجزء اللي انا سايباه سليم ده، واللي بقطعه دوت الستريبس. خلاص كل حاجة طبعا هعملها في يوم، فإن شاء الله هيكفيني 7 أيام بالفرختين. طبعا اشتريت حاجات إضافية معاهم، اشتريت ورك، اشتريت نص كيلو أجنحة، واشتريت ربع كيلو من الكبد والقوانص بحيث إن أنا أكمل بيهم علشان إحنا طبعا 5 أفراد. دوت الصدر اللي هنعمله ناجتس أهو زي ما انتوا شايفين، ودوت البانيه، ودوت الستريبس أهو، ودي الدبابيس. وعملت صفح اللي هي الجزء الفوقاني، وعملت يوم أجنحة أهو، ويوم كبد وقوانص. وطبعا هيكفيني أسبوع كامل كل يوم في فراخ على قد إيديا. ودوت بقى الرقب والعظم اللي طلع من الفرختين هنعملهم مع بعض إن شاء الله مرقة دجاج بدون مقاطعة. إن شاء الله هتعجبكم جدا.
لو بقى الفيديو بتاعي عجبكم والطريقة الاقتصادية اللي انا مشيت بيها الاسبوع عجبتكم، ما تنسونيش في اشتراك ولايك.